السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا ان شاء الله نبدأ فيديو جديد اهو يا حبايبي. طبعا ده سمك تونة مكاريلا كده من النضيف اهو يا حبايبي. طبعا انا غسلاه ومنضفاه اهو، وهفتحه قدامكم. بصوا قلب ابيض زي القشطه، ولا مهري ولا اي حاجه. ليه؟ السمكيه نضيفه اهي، جايباها من محل نضيف وكده اهو. طبعا دول 3 حبايات فلفل احمر، حبايتين اخضر كده كله حامي، وطبعا توم اهوت كميه توم حلوه اهي، مع الليمون ده يا حبايبي، وجزر، وحبايتين طماطم دول في الاخر، يعني دول هحطهم في الاخر، مع كمون اهو يا حبايبي، معلقتين كبار كمون وبهارات مشكله. والكيس اللي هو بتاع السمك ده برضو هحطه، لان ده بيخليه حلو، يستوي حلو، ويعني نكهة حلوة، يعني بيبقى حلو اهو. طبعا البولة اللي فيها المية دي يا حبايبي، بحط معلقة كمون كبيرة، وانقع السمك بتاعي لمدة ساعة فيها او ساعتين، يعني انت والوقت المتاح في ايدك، عشان ايه؟ يبقى حلو كده وما يبقاش زفر ولا الكلام ده كله. اجيب انا الحاجة كده اهو واوريكم انا بعمله ازاي اهو يا حبايبي. سمك قدامكم اهو، حاجه زي العسل اهو يا حبايبي. ده دوت كمون، انا طحناه كده في قلب الهون عشان يبقى خشن، ما عملتوش في الكبه، ومحمصاه اهو يا حبايبي. بصوا، هو ده اللي انا بقول لكم عليه اهو. سكينه حاميه عشان السمكيه ما تتهريش برضو حبايبي. بصوا السمكيه اهي، بصوا بشقها كده عشان طبعا هشوي في الفرن، تبقى ايه السمكيه، انا مش هقليه، السمكية تبقى مفتوحة بقى وفيها الخلطة بتاعتها مع البهارات مع التدقيق. شوفوا السمك جامد جدا عشان نضيف يا حبايبي. ده بقى لو جاي من حتة كده وتبصوا تلاقوه مهري. بصوا السمكية بسم الله ما شاء الله عليها زي العسل اهي. بصوا يا حبون، بيتنقع بقى والله بيبقى خطير يا حبايبي. قبل ما ملحه لازما اي نوع سمك بولتي اي نوع لازما انقعه النقعه دي، كمون وكمون وميه، ما بحطش خل ولا اي حاجه، لان الخل بيهري الحاجه. الخل ده بقى هحطه على الخلط، وطبعا ايه هعصر الليمون واخلط ده في الخلاط مع البهارات مع الحاجه، وارجع لكم بقى وانا جايه ارصه في الصينيه ان شاء الله، عشان ده طبعا بنقعه ساعتين فهيبقى طويل قوي الفيديو اهو يا حبايبي. اهو دي كل المكونات اللي احنا عايزينها اهي. بهارات مشكله 7 بهارات، مع معلقه كمون كبيره، وطبعا هحط تاني معلقه مفيش مشكله، مع فلفل حامي مع فلفل حامي احمر، مع التوم كميه توم حلوه اهي، مع الملح طبعا، مع عصر الليمون. وهضرب ده كله في الخلاط، الجزر والطماطم اللي مش هضربهم في الخلاط يا حبايبي. ارجع لكم بقى وانا بعمل الحاجه اهو يا حبايبي. شوفوا بعد ما اتنقع، بصوا تحسوا ان الميه لونها غير اهو، هو ده اللي مطلوب. بصوا بتنزل بقى كل اللي فيه اهو، والسمكيه ما تبقاش زفره، تبقى بيضه زي ما انتم شايفينها كده. هصفي الميه دي بقى وارجع لكم ساعه ما اجي احدد اهو يا حبايبي. كده صفيت الميه، بصوا بسم الله ما شاء الله السمكايه. بصوا انا حاطه قشر الليمون اهو في قلب المصفى كده وانا بصفي، وده اللي انا قلت لكم عليه، الخضار الثوم والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والبهارات والثوم والليمون. وطبعا حطيت معلقتين خل كبار اهو، نسمي الله كده اهو. طبعا المعلقه مش هتنفع في الموضوع ده اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، حاجه تبقى زي العسل، ادام انت اللي هتعمليها لولادك اهو. هحط السمكيه كده عشان تصفي برضك قيمه ايه، ساعه كده
او ساعتين حسب برضك فضاكي. اهو يا حبايبي بصوا، والله ريحة الخلطة جميلة جدا، يا ريتكم تجربوها. وبرضك لسه هحشيه طماطم وبصل وفلفل، عشان ايه السمكة تبقى حلوة كده. طبعا الخلطة اللي بتفيد يا حبايبي بنحطها في الفريزر في برطمان معقم، عشان وقت ما تعملي على ساهية كده او جايلك في ضيوف وعندك سمك تطلعي وتحدقي على طول، ما تستنيش. اهو بسم الله ما شاء الله عليه، حاجة زي العسل. واسمنتي اللي عاملاه، ولادك ان عرفوه ان انت شوياه في البيت يبقى بحق، او لو شموا الريحة فاقعة كمان يعني في زفارة او اي حاجة مش هيلاقوا الكلام ده. اه يا حبايبي تحشي بقى كده بذمة، تبقى الحاجة حلوة ومظبوطة معاكي. اهو يا حبايبي اهو. اهو نعمل ايه اهو، نسيبه كده ساعة اتنين اهو زي ما هو كده. طبعا عصير ليمون برضك انا حاطه فيه، بس برضك اهو ما يخسرش، لان العصير الليمون هو ملك السمك اهو. بس نسيبه كده ساعتين، وعبي ديت طبعا في برطمان حلو كده يا حبايبي، عشان برضك ما نرميش حاجه حرام، كلها بهارات وتوابل وحاجات. وارجع لكم بقى وانا ايه بحشي الخضار. بصوا الخضار اهو، طبعا حبيتين طماطم، حبيت فلفل حامي، ربطة بقدونس كده حلوة، جزر مفروم، وهعمل بصل برضو هقطعه وافرمه كده واحطه، بس مش هينفع احطه دلوقتي الا لما اجي احشيه، عشان البصلايه ما تصننش معايا، عشان ما يبقاش لها ريحه وحشه. واحط معلقتين كده خلطه على ده، عشان ايه ان مثلا ما تبقاش دلعه الطماطم، دلعه والفلفل يدوني ايه طعم مش كويس. لا احنا عايزين كل حاجه حلوه، كل حاجه مظبوطه. اهو يا حبايبي لما اجي احشيه بالطماطم وارصه في الفرن هوريهولكوا برضه. اهو يا حبايبي البصل اهو بعد هنا ما قطعته جوليان كده رفيع اهو، بحطه كده على الخلطه برضو، عشان احنا عايزين ايه السمكية تكون متطعمة مع البهارات اهي، حطاها مع الطماطم مع الجزر. وادعك بقى اهو، انا عايزه الخضار ده يشرب من التتبيله اللي انا حطاه اهي اهو. احط برضك شويه عصير ليمون اهو اهو يا حبايبي. والله ريحته قبل ما يتحط في الفرن بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر اهو كده. بقى يا حبايبي نجيب السمك بتاعنا الجميل بعد ما قعد ساعتين ولا 3 في التتبيله، نسيب السمك كده عشان نوريكم احنا هنحطه في الصاج بتاع الفرن عشان احنا هنشويه اهو. بصوا السمكية بسم الله ما شاء الله متبله وجميله ونزلت ميتها. بصوا اهو هو ده اللي انا هعمله اهو، سمك ولا احلى من كده اهو، اللي ايدك تعمله. بصوا لولادك مفيش احسن من كده والله اهو. حط السمكية كده اهو اهو يا حبايبي. حط الحشوة اهو يا حبايبي اهو. بصوا مفيش احلى من كده، واللي ايدك تعمله لولادك بقولك احسن من مليون اللي انت هتشتريه. لو مين لو اهو تلم ورق الزبده كده يا حبيبتي اهو كده اهو تحت الرف اهو. بصوا نروح حاطينه بقى اهو
في الفرن وخلاص على كده. اهو يا حبايبي الفرن مسخناه على 185 اهو. اسيبه بقى مع نفسه لحد ما اعمل الرز والسلطه وارجع له بقى لما اجي اعمل. ده يا حبايبي السمك طبعا لازم له رز ببصل كده. انا هحمر البصلايه عشان وقتكم برضو، الفيديو بصراحه طول مني. اهو هحمر البصلايه وارجع لكم بقى وانا بحط الرز. اهو يا حبايبي بصوا البصله وصلت لايه، ما تقولوش اتحرقت، لا هي كده ما اتحرقتش، هو احنا اللون عايزينه كده. طبعا كركم كاري بهارات مشكله اللي هي الكيس ده يا حبايبي اهو. نحطها كده عشان ايه تتحمص كده وتدي طعم حلو، لان احنا رز سمك عايزينه يبقى حلو. طبعا اجيب الميه بتاعتي المغليه احطها على البصل على طول. اهو يا حبايبي بصوا غليت ازاي بسرعه، هو ده المطلوب اهو. ده كده الرز يبقى بني ويبقى حلو، غير ما انت بتحطيه على الرز كده. البصل اهي، هي البصله دي اللون اللي مطلوب يا جماعه. هحط الرز بقى وارجع لكم كده يا حبايبي. يكون الفيديو بتاعنا خلص، السمك اتشوى في الفرن وكل حاجه زي العسل اهيت قدامكم. ويا رب الفيديو يكون خفيف وينول مرادكم كده ويبقى سهل، ويا ريتكم تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان.